السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. دونك اليوم ان شاء الله اختاريت غادي نهضر على تخصص auxiliaire d'accueil et d'orientation des services d'urgence اولا des urgences. غادي نعطيكم الاسئله اللي ممكن يسولوكم عليها في الامتحان الشفوي وغادي نتطرق لانني نتقاسم معكم معلومات اللي خاصكم تعرفوها. دونك اول حاجه غادي نعاود نقولها هو الاسئله اللي كتكرر ما غاديش نعاود نكررها في هذا الفيديو، يعني لا بريزونطاسيون و لي كاليتي بزاف ديال الاسئله اللي كتكرر معلومات على الانستيتو راه غتلقاوهم في الفيديوهات اللي قبل. دونك هضرت عليهم باش ما نبقاش نعاودهم في كل تخصص. أول حاجة نعرفو شنو هو un auxiliaire d'accueil et d'orientation des services des urgences. Alors c'est un professionnel de santé qui travaille au sein du service des urgences d'un hôpital. Il joue un rôle essentiel dans l'organisation et le bon fonctionnement du service. Donc بالنسبة للشخص اللي كيشتغل في أولا l'auxiliaire d'accueil هو واحد الشخص اللي كيشتغل في المستشفى، هو اكيد بروفيسيونيل دو سونتي اكزاكتومون كيخدم في لو سيرفيس ديال ليرجونس. الدور ديالو الاساسي هو انه كيستقبل المرضى وكيوجههم، وهو المسؤول على التنظيم ديال الحركه ديال الدخول والخروج من هذاك لو سيرفيس. الوغ السؤال الثاني هو او ترافايتيل، فين كيخدم هاد لوكسيليير d'accueil et d'orientation des services des urgences. Alors, كيف ما قلت في التعريف ديالو، donc il travaille dans les services des urgences des hôpitaux, quel que soit هاد les hôpitaux des hôpitaux CHU أو la CHR أو la CHP. Donc CHU هو le centre hospitalier universitaire et CHP هو le centre hospitalier provincial و CHR هو le centre hospitalier régional. غادي نمشيو للسؤال من بعد، quels sont ses rôles، شنو هما الادوار ديالو. دونك اول حاجه هو لاكوي، il accueillir les patients et leurs familles, vérifier l'identité, ouvrir le dossier administratif. دونك الدور ديالو هو انه كيستقبل لي باسيون، كيتاكد من لي زانفورماسيون ديالهم وكيفتح ليهم واحد الملف ادمنستراتيف اللي هو اداري. L'orientation, orienter les patients selon la gravité de leur état, informer l'équipe soignante en cas d'urgence. Donc من الدور الثاني ديالو هو التوجيه، انه كيوجه المريض على حساب الخطورة ديالو. يعني مثلا الا كان شي حالة اللي كتكون باقا ستابل، ما كاينش شي حاجة اللي urgence دونك كنفضلوا اننا نسبقوا عليه شخص اللي الكا ديالو urgence، مثلا جابتو لومبيلونس داير اكسيدون، مثلا عنده واحد النزيف او شي حاجه اللي كتكون اكثر خطوره. دونك كيف قلت لكم من الدور ديالو انه الا كان شي حد جاي ليرجونس وكانت الكا ديالو اورجونت بزاف بزاف بزاف، دونك كيدوزو نيشان لعند الطبيب. السؤال باردون لو رول اللي من بعد هو l'organisation, gérer les flux des patients, maintenir l'ordre dans la salle d'attente, donner des informations claires aux patients. Donc الدور الثالث ديالو هو انه كينظم السيرفيس، كينظم القاعة ديال الانتظار، كيشرح الاجراءات ويعني لي زيتاب اللي خاصهم يديروا كلكو سوا المرضى او حتى لا فامي ديالهم. عندنا اللي من بعد هو ليتيك بروفيسيونيل. دونك هذاك الباس هذاك لوكسيليير خاصو يكون كيحترم السر المهني، دونك respecter le secret professionnel et adopter une attitude respectueuse et calme. دونك هذا الشخص هذا خاصو يكون عنده اخلاقيات المهنه، يحترم السر المهني ويتعامل باحترام واحترافيه وانسانيه. الناس اللي ديجا عندهم اون فورماسيون في لو دومين دو لا سونتي او سبق ليهم مشاو ليرجونس، راه غادي يشوفوا انه ليرجونس هو واحد السيرفيس اللي كيكون فيه بزاف بزاف ديال الناس، سواء بالنهار سواء بالليل، يعني دائما فيه الخدمه. دونك كيكون واحد الضغط كبير على
على الناس اللي خدامين في السيرفيس، دونك من الادمينستراتيف حتى يعني الأطباء، الممرضين إكسيتيرا. ألوغ سؤال آخر اللي ممكن يسولوك هو شنو أوكسيليار، يعني واش هو ان ميدسان ان انفيرميي ان ايد شنو هو. دونك كتقولو l'auxiliaire ne réalise pas d'actes médicaux mais il travaille en collaboration avec les médecins et les infirmiers. دونك هو ما عندوش واحد des actes médicaux mais هو كيخدم en collaboration مع les médecins les infirmiers les aides etc. سؤال آخر عاوتاني كيتسول pourquoi avez-vous choisi le service des urgences. donc j'ai choisi ممكن تجاوبوهم بهاد الطريقة هادي. J'ai choisi le service des urgences parce que c'est un service dynamique qui nécessite la réactivité, sens de responsabilité et bonne communication avec les patients. وما يمكنش يسولوكم علاش اختاريتو لو سيرفيس دي زورجونس وما يسولوكمش على واش نتوما كابابل تخدموا تحت ستريس، يعني باسكو راه ديجا قلتها انه واحد لو سيرفيس اللي كيكون عليه الضغط بزاف، يعني خاصك تكون كتادابطا مع ستريس، ما كيأثرش فيك، ما كتخلعش، كتبقى لي طاش اللي كيخصك دير راك كديرهم، ما كتأثرش يعني بالكثرة ديال لي باسيون اكسيتيرا. دونك السؤال اللي كيتعاود عاوتاني هو كومون رياجير فاس ان باسيون اغريسيف. دونك دائما كنقولها لكم جو ريست كالم، j'écoute le patient, j'essaie de comprendre la cause de son agitation et si nécessaire j'alerte le personnel infirmier ou la sécurité. دونك دي فوا كنطيحو مثلا في السيرفيس في واحد الحالة اللي مثلا كيجي واحد الشخص اللي هو عنده فكرة نيجاتيف على السيرفيس ديال لي زورجونس، يعني داير في بالو انه غيجي ما غيتسوق ليه حد، حتى واحد ما غيهضر معاه، حتى شي واحد ما غادي يعني يخليه يدوز عند الطبيب. دونك ملي كيجي كيتعامل معاك نتايا كأول شخص غادي يستقبلو في السيرفيس، كيتعامل معاك بواحد لاغريسيفيتي، لا غتدخلني، لا انا راه فيا الحريق هادي. دونك نتايا كيكون عندك واحد البلان ديال الطرافاي. الاشخاص اللي كيكونوا في لي كا اورجونس بزاف، يعني واحد مثلا ما كيتنفسوش او لا عندهم واحد لا في سي ولا شي حاجه بحال هكا، يعني شي حاجه اللي ما كتقبلش انه يكون تعطال، ماشي بحال مثلا شي واحد مجروح مثلا غير شي جريحه في يديه صغيره، شي حد فيه السخانه مثلا، ما كنهضرش على السخانه اللي كتفوت 40، كنهضر على مثلا 38 39 38 ونص. دونك كيكون الاسبقيه للناس اللي الحاله ديالهم خطيره بزاف كتحتاج انه يكون واحد التدخل فوري. بالنسبه لسؤال اخر، هذا السؤال كيكون داخل في السيرفيس ديالكم نيت، هو اللي هدرت عليه بواحد الشكل بغيف. هو كاين لا ديفيرونس اونتر urgence فيتال et urgence relative. دونك l'urgence فيتال اللي الا ترجمناه للعربيه كنقولوا الاستعجال الحيوي. دونك هذا كيكون دون لو دونجي immédiat pour la vie، يعني كيكون واحد الحاله اللي فيها خطر على الحياة ديال المريض اللي كتستوجب واحد التدخل فوري، يعني كيف ما يجي عندك الباسيون كيف ما كتدخلو. بحالاش مثلا واحد لاكسيدون دو روت وقع فيها الله يحفظ انه شي واحد من هادوك الناس دخل فيه شي كور في الجسم ديالو، مثلا في لابدومينال ديالو او في شي بلاصه في الذات ديالو دخل فيه هذاك لو كور. دونك ملي كيجيبوه لورجونس هذاك خاصو نيشان يدوز عند الطبيب. علاش؟ حيتاش هذاك لو كور الا زاد بقى في الجسم ديالو راه غادي يقدر يقتلو، وعاد كيكون عنده نزيف. حالة أخرى هي مثلا إلا جابوا لنا شي شخص اللي توقف القلب ديالو، دونك هما كيكونوا بداو الماساج كاردياك مثلا في الاسعاف وكيجيبوه للسيرفيس، واش هذاك غادي نخليوه يشد النوبه؟ لا، دونك كيدخل نيشان عند الطبيب حيتاش كيخصو يدير ليه زعما البروتوكول اللي ادابتي مع الكا ديالو. عندنا
ديتريس ريسبيراتوار ايغو يعني واحد الصعوبة ديال التنفس اللي كتكون ما يمكنش وصل الانسان لانه مثلا بدا كيزراق، بداو كيبانو فيه دي زانومالي اللي السبب فيهم هو لا ريسبيراسيون. دونك لا ريسبيراسيون غادي تلقاوها سوا في لي بوزوان فوندامونتال ديال فيرجينيا اندرسون ولا في البيراميد دو ماسلو. دائما لا ريسبيراسيون هي لو بروميير بوزوان فوندامونتال ديال كاع لي باسيون. عندنا تاني حاجة هو l'urgence relative. Alors l'urgence relative c'est une état stable mais nécessaire consultation. يعني هذا كيكون واحد الاستعجال نسبي اللي هو واحد الحالة مستقرة نسبيا ما فيهاش شي خطر على الحياة، ولكن كيخصها واحد لو دياغنوستيك واحد تريتمون باش نتفاداو لي كومبليكاسيون بحالاش بحال مثلا دي دولور. واحد الشخص مثلا عنده لي دولور ابدومينال اولا دي دولور في لو دو ديالو. عندنا شخص اللي عنده واحد جرح في يديه، اولا شي حد اللي عنده لا فيevre ما تكونش ديك لا فيevre ديال 40. دونك راه تمايا كنكونوا داخلين في واحد الحاله ديال لورجونس فيتال. سورتو عند الوليدات الصغار ما كيتطبقش عليهم هاد لورجونس فيتال او لا غولاتيف. دونك لو بيبي سورتو الوليدات اللي تيكون باقي لو سيستيم ايمونيتير ديالهم ما تكونش 100%، دونك تيخصهم نيشان يدوزو عند الطبيب يشوفهم حيت هما ماشي كابابل باش يتحملوا الالم اولا باش عادي مثلا يبقاو شادين النوبة عادي يدخلوا عند الطبيب. دونك نيشان خاصهم يدخلوا عند الطبيب. سؤال اخر اللي ممكن يتسول هو اللي انا ديجا هضرت عليه وكنتفادى انني نبقى نعاود نفس الاسئله، هما لي كاليتي اللي خاص يكونوا عند الشخص اللي غادي يخدم في هاد لو سيرفيس ديال لاكوي اولا اللي غيخدم ك auxiliaire d'accueil et d'orientation des services des urgences. دونك اول حاجه خاصو يكون بحال اي بروفيسيونيل دو سونتي خاصو يكون يعني صبار باسيون. خاصو يكون كذلك عنده لسبري دو ترافاي اون ايكيب. خاصو يكون كيعرف يهدر دونك يكون كيدير لا كومونيكاسيون، يعرف يهدر مع الناس يعرف يسمع ليهم ليكوت اكتيف. il est capable de contrôler le stress. يعني ماشي مثلا الى وقع شي كونفلي ما بينه وما بين ان باسيون او لا مع شي واحد من لا فامي ديال شي باسيون صافي ينوض يشعل معاه وينوضوا يتغاوتوا في لو سيرفيس لا. دونك يكون قادر على انه يتحكم في الستريس ديالو. يكون عنده لا سورفيونس فين يعني دغيا يلاحظ ويوبسيرفي شي انومالي. خاصو يكون عنده كابابل مثلا يكون عنده ليتيك بروفيسيونيل يعني اخلاقيات العمل، يكون كيحترم الناس عنده لو ريسبي دو سوكري بروفيسيونيل. ماشي اي حاجه شفناها في لي زورجونس نوضو نهضروا مع صحابنا او مع جيراننا حتى لا قدر الله توصل الهضره للخدمه او نكون سببت مشكل لداك الباسيون. دونك كنتحاسب انايا وكيف ديجا قلتها في واحد الفيديو انه افشاء السر المهني راه كتوصل حتى للحبس، سورتو الا كان هذاك الباسيون تضرر منها في الحياة اليومية ديالو او لا يعني سببات ليه شي مشكلة مع العائلة ديالو او مع المجتمع او الوسط اللي عايش فيه. خاصو يكون عنده معرفة أولية لي بروميي سوكور. لا قدر الله وقعت شي حاجة urgence في لو سيرفيس. مثلا كان واحد الشخص جالس كيتسنى انه يدخل عند الطبيب فجأة مثلا جاتو ان كريز ديال ليبيليبسي ديال الصرع. دونك هو خاصو يكون عارف كيفاش يتعامل مثلا مع ديك الحالة، انه يبعد عليها كاع لي دونجي، يحط لها شي حاجه رطبه تحت راسها باش نتفاداو انه يوقع لنا شي اصطدام ديال الراس مع
الأرض، دونك كنتفاداو لي مالاز. خاصو يدير لا سورفيونس ديال لي فوا ايغيان، يعني يتأكد على أنه مثلا اللسان ديالو ما تقلبش، على أنه المجرى ديال التنفس راه عادي، يعني ما كاينش شي خطورة. يعني خصو يكون عارف مثلا إلا شي حد فقد الوعي في السيرفيس، دونك يعرف انه يشوف واش إلي كونسيون، يدير ليه إلفيا لا ليبراسيون دي فوا ايغيان، يدير ليه لا بي ال اس، لا بوزيسيون لاترال دو سيكوريزي ولا سيكوريزي. دونك خاصو يكون عارف هاد لي بروميي سوكور، وراه فاش كتقراو راه كتقراو هاد لي بروميي سوكور. دونك هادشي اللي خاصو يكون من لي كومبيتونس اولا من الحوايج اللي خاصهم يكونوا عند ان بروفيسيونيل دو سونتي، دونك بحال لوكسيليير.